الكلام ما قل ودل. طلعت مقاطع كثيرة مركبة علي أنا لما سويت فيديو مشاركة في اليوم الوطني، قالوا يزيد يقصد كذا، وبعدين قالوا يزيد يقصد كذا. أول شيء منحوى منها إن ما نقبل على مسؤولين ولي الأمر عليهم، والله العظيم والحمد لله هم مجتهدين. نتفق إنه أنت تتفق ولا تختلف، أول شيء نتفق إنهم مجتهدين لنهضة بلد، نتفق. إذا لازم تتقبل الأخطاء من المسؤولين، لازم تتقبل. إذا أنت تتفق إنهم في مصلحتك، إذا تقول لا من مصلحتي، لا، يحتاج جلسة أنت ونقعد نتناقش حنا وياك. إذا تتفق إنه من مصلحتك، طبيعي يا أخي أخوك عليك أنت تختلف أنت وياه، أخوك تصير بينك وبينه ملاحظات، الأب ويشوف ولده والله أخطأ هنا، طبيعي كلكم خطاؤون وخير الخطاؤون، ولكن جميعهم في مصلحتنا. يعني رجل الأمن نحترمه من احترام ولي أمرنا. اليوم لما أدخل على مسؤولنا أحترمه وأقدره، لأني أدري أنه تحت توجيهات ولي أمرنا، وأدري أنه يعني مندوب ولي الأمر. ورجاء منكم يا متابعيني، رجاء طالبة كل واحد يسوي شير للمقطع هذا لأي واحد عنده من المتابعين عشان يعرف الحقيقة وينتبه.